راح نمشي احنا في الحارات اللي يعني على الاغلب ما مشيتوش فيها، او اللي من جيل خلينا نحكي الجيل الجديد لسه ما مشيش فيها. مش راح نمشي بالسوق لانه يمكن معظمكم مشي بالسوق. راح نبدا بحاره الياسمينه، حاره السمراء، وبعديها بالاريون، وبعديها العقبه وحاره القيصريه، ومن هناك بنرجع على نقطه العوده اللي هي راح تكون قريبه الى شارع حطينه والدوار. البلد القديمة في نابلس اللي راح نزورها هلا معظمها عثماني، بعض المواقع اللي فيها مش عثمانية. اللي بتذكر فيكم المرحلة العثمانية بلشت بال 1517 لل 1917 عندما انتهت الإمبراطورية العثمانية في فلسطين بالحرب العالمية الأولى. وبالتالي المباني اللي راح تشوفوها كلها نفس الستايل، نفس الديزاين موجود في كل المناطق اللي كانت تحت الحكم العثماني. واللي فيكم راح على اسطنبول والمدن التركية راح يتذكر المشاهد اللي بشوفها هون ويربطها بالمشاهد اللي شافها في دمشق واللي بشوفها برضه في تركيا. فحاولوا تحطوا في الاعتبار انه في عندنا بيوت كثير وفقا موجوده او مصممه وفقا للديزاين والتصميم اللي راح تشوفوه هلا.
تجمع الدواوين هو تجمع عائلي تم إنشاؤه من أكثر من 4 سنوات، بحيث يكون هذا التجمع يشمل أكبر عدد ممكن من العائلات والدواوين النابلسية، وهو يتكون الآن من أكثر من 80 ديوان. وهو الهدف منه هو أن يكون هذا التجمع مساندا لمؤسسات المدينة ومشاركا في وضع الخطط والبرامج طموحة خدماتيا وتنمويا لإثراء مدينة نابلس. له عدة أهداف تكافلية واجتماعية، بحيث يكون هناك تكافل اجتماعي داخل الدواوين ومساعدة الأفراد في العائلات. ومن أهم البنود لهذا التجمع هو تعريف أبنائنا وبناتنا على تاريخ المجيد لمدينة نابلس، وهذه الجولة جاءت ضمن هذا النهج. هذه الجولة الأولى لهذه السنة لأبنائنا وبناتنا وحتى الأهالي من أبناء العائلات في تجمع الدواوين والعائلات المنتسبة لهذا التجمع لتعريف البلدة القديمة هذا الإرث التاريخي، ولكي يكون أبنائنا هذه المدينة يعلموا جيدا مدى هو التاريخ والنهضة التي قامت بمدينة نابلس. احنا عادة بننظم الفعاليات هاي لكثير من الوفود الدولية اللي بتحب تتعرف على تراثيات مدينة نابلس وعراقة هاي المدينة وتاريخها، بس من الأجمل بأنه نعرف أهل البلد على بلدهم القديمة ونعزز عندهم الارتباط بالجذور التاريخية، لأنه فيش نابلسي إلا وجده مولود هون في البلد القديمة، فحلو أنه يتعرفوا الجيل الجديد الجيل الثالث على الجذور التاريخية لعائلاتهم وأسرهم، من وين طلعت وكيف كانت عايشة. اللي بميز البلد القديمة اللي هو روحها والسكان اللي فيها والعادات والتقاليد اللي بتجمعهم مع بعضهم، فهذا الشيء هو اللي احنا حابين نعرف عليه الجيل الجديد. احنا بنحكي عن جيل ثالث من الشباب والصبايا اللي عمرهم ما فاتوا على البلد القديمه وعايشين في البلد الجديده في مدينه نابلس، فحلو كثير انهم يهتموا بهذا الجزء من حياتهم ويهتموا بهذا الجزء من تاريخهم، لانه فيش حدا الا بيهمه الماضي تاعه، واللي ما عندهم بلدان قديمه بيحاولوا يلملموا شويه تراثيات وتاريخ اللي يعززوا فيه ثقتهم بانفسهم وشعورهم بانه في عندهم تاريخ. فما بالك احنا في مدينه نابلس عندنا بلد قديمه من اقدم البلدان في المنطقه، فحلو كثير انه نهتم في هذا الجزء ونعزز اهتمام الاطفال والشباب والصبايا وحتى الكبار بضروره العوده الى البلد القديمه في نابلس. شكرا لك.